مين قال كرنب الصيف مش حلو؟ بالعكس، ده دايب دوب وطعمه حلو ومسكر واحلى من الشتا كمان والله العظيم كمان. ولا نحط في التلاجة بقى، ولا نملى التلاجة وبعد كده نطلعه ونغليه تاني ونعمل له تاني اعادة تدوير. طب وعلى ايه؟ تعالوا الاول نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. هيا بينا نطبخ مع حنان. وعملت خلطة المحشي الجميلة اللي انتوا متعودين عليه وكلكم شاطرين وبتعملوها. بسبك الطماطم حلوة قوي بالبصل، بحب اعمله بتقلية حلوة قوي، واشوح في الرز، اغسل الرز البلدي بتاعي واصفيه كويس واشوحه في التقليه 10 دقايق واطفي عليه اسيبه يهدى. انزل بالخضره والتوابل بتاعتي وتاكلي احلى خلطه محشي ملهاش حل. الكرنب الصيفي الجميل ده، ما رضيتش اطول عليكم برضو، احنا عاملينه مع بعض. لو عايزين اسلقه معاكم وخايفين تجيبوه وتسلقوا واعمله معاكم اوكي مفيش مشكله. انا جبت كرنبتين 2 هو صغير شويه بس سكر ودايب وعسل. بغسله كويس قوي 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 علشان الحشرات وعشان اي حاجه بتاعت الصيف دي بتبقى فيه. وبنزل بالميه بتغلي، بحط معلقه الميه مثلا اللتر عليه معلقه سكر، معلقه ملح، نص معلقه كمون، ويا دوبك تغطسيه وتطلعيه. الورقه دايبه دوب واحلى من طعم الشتاء كمان. الكرنب في الصيف يا جماعه سكر سكر سكر، والله العظيم طعمه عسل. انا عن نفسي انا بحب طعم الكرنب في كل الاحوال، بس فعلا فعلا حلو. ولا تخزني ولا تملي تلاجتك بيه. طب وعلى ايه؟ هنجيبه طازه احسن. طب حشيتها كده، حشيته خلاص خلصت. بحط العناقيد من تحت العروق بحطها وبرص المحشي، برصه كده عشوائي، مش بزره جنب بعض قوي. بصوا مش مزنقه، عشان كل اللي بتشتكي بناتي حبايبي اللي هم بيشتكوا من تسويه المحشي وبيقولوا عليه ان هو مش بيستوي، لا بص، خلي النار في الاول عاليه وبعد كده حط عليه حاجه تقيله. بتسيبي سطر واحد بس من محشي الكرنب مش باين، بتحط له الشوربه بتاعته. عندك شوربه، ما فيش شوربه بتعملي مرقه دجاج وتحط فيها بصلايه وتعملي وتحط عليها فيها معلقتين صلصه. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله. اول ما يغلى معاكي مجرد 10 دقايق بيغلى على نار عاليه، بتروحي موطيه خالص النار، مخليه الاول وسط. بصوا مراحل التسويه وتهزي. بصي الحله بعمل فيها ايه، بترجي. لو ما رجتش معاكي كده يبقى اعرفي ان المحشي مش هيستوي معاكي كله. بصي برجها كده، بصوا حبايه واحده جنب واحده ازاي. بصوا جمال المحشي، بصوا جمال المحشي الصيفي الجميل العسل. كرنب الصيفي ده طالع تحفه تحفه تحفه. انا على طول كنت بخاف منه وعلى طول اجيب اللي انا مخزنه، ما عدتش اخزنه تاني ابدا ابدا. هجيبه طازه وهجيبه فريش دايب دوب زبده. يعني الورقه بتاعت الكرنب زبده احلى كمان من ورقه الكرنب الشتوي. معقول؟ والله العظيم دايب دوب وطعمه حلو وجميل وحلو. وبالنسبه للتسويه تهدي النار خالص. حطيتي حله كبيره على البوتاجاز يبقى على عين كبيره، عملت حله صغيره خليها على عين صغيره عشان يستوي معاك النار تبقى من الاطراف بتاع الحلل كلها. معلش طولت عليكم، بس عشان كل دايما الشكاوي بتاعت البنات اللي المحشي مش بيستوي معاهم. يا رب بس اكون فدتك لو باي حاجه صغننه، انا موافقه. لو انا فدتك باي حاجه ومعلوماتي بتفيدك، اللف والقلب الاحمر. بحبكم في الله. اشوف وشكم بخير ان شاء الله في فيديو جديد. مع